مساء الخير أو صباح الخير بتوقيتكم. أكيد يعني كل واحد على حسب توقيته. أه اسمي نوسة الطائي. أنا آسفة طالعة من نكدة بس الموقف لا يحتمل. يعني اسمي نوسة الطائي وعايشة بأمريكا. طبعا دائما من أطلع بأي فيديو أعرف عن نفسي وأعرف عن المكان اللي أنا قاعدة به. طبعا يعني ما أعرف شو أقول على الفيديو اللي تم التداول عنه. الصدمة إنه بالنسبة إلي يعني إنه هي بالعراق. وين بالبصرة اللي ماكو أحد وقت خليجي 25 إذا تتذكرون ما حكى عن أخلاق أهل البصرة وأدب أهل البصرة وكرم أهل البصرة واستقبال أهل البصرة. يعني هذا الحب والاحترام والتهلي يكون بس للدول المجاورة اللي تجي عندنا زيارة بس ناكل بعض. تاكلون بنتكم. مال يقول لي انه البنت الشريفة تقعد ببيتها، ترى ماكو شي. المرة ترى مو خدامة ولا بس تظل بالمطبخ مثل ما اكثر عقليتكم يحجون بهذا الموضوع. او المرة مكان المطبخ تطبخ، لا هي مو خدامة عندك. ترى هي لها الحق انه تطلع، لها الحق انه هم تتونس تشوف الدنيا. وهي تالي مرة بهالسنة بهالعمر. البنات ترى يحبون يطلعون يشاركون الحفلات، يشوفون الشباب شلون يرقصون بالاحتفالية، سواء كان منتخب دا يفوز يريدون يطلعون يفرحون مع العالم، سواء كان راس السنة كريسمس. وين المشكلة؟ يعني إذا أريد أقول لك مثلا ما عندك خوات، أكو بعضهم لا أنا ما عندي أخت. إذا أقول لك ما عندك زوجة تقولي لا أنا بعدني ما متزوج. بس على الأقل عندك أم، لأن أنت أكيد مو طالع من الحائط. شنو هذا؟ شنو المنظر اللي أنا شفته؟ أغلب الناس تعرفني إنه أنا من شيء يستفزني أطلع أسوي فيديو، بس هذا مو استفزاز. اللي شفته أنا هذا مو استفزاز، اللي شفته أنا هاي وحشية. ناس عمرها ما شايفة بنية، ناس عمرها ما تعرف شنو يعني أنثى، طفلة صغيرة أو حتى لو كانت مرة كبيرة بهالطريقة. يعني يعني حتى الهمج ما يسوون هالشكل مع بعض أو بناتهم. لك عيب، حتى كلمة عيب ما راح تستوعبوها. بس عفية على الشرطة العراقية، قسما بالله الشرطة العراقية بعد هذا الموقف غير. يعني المفروض انه بأي مناسبة او بأي شيء يصير لازم تحط قوات حوالين الجمع، لأن اكو مشترين. تعرفون شنو يعني؟ حيوانات مشترة. عبالك ما شايفين ولا الاخ اللي قاعد يصور وهو فرحان ويقول كلمات او الفاظ بذيئة. برافو الله، شقد حلو صدرتوا للعالم الشعب العراقي شنو يسوي، شنو هالهمجية وهالقذارة. لك تخيل انه امك واقفة وتريد تتفرج على العالم شلون ترقص وتتونس هالسنة بهالعمر. مرة بهالعمر يريدون يطلعون يتونسون. والله شنو لازم ما تطلع. وابد لا حد يقول ولا ينطق انه البنت هي حسب مثل ما يقولون ملابسها او شيء. والله على المنظر اللي شفته لو كانت منقبة راح يشلحوها نقابها. همج ما شايفه، والعالم اللي تحاول والله شنو بحجة تحميها تشيلها. بس شيء ثاني اللي دا يصير، بنت حرام عليكم، بنت. يعني لا راح أقول طفلة ولا راح أقول متزوجة ولا راح أقول مخلطة ولا راح أقول حتى لو كان هيجي. لك العالم كلها، كل أمة الثقلين، كل الأمة تعرف من ينذكر اسم عراقي تنذكر كلمة الغيرة يمه قولا واحدا. هيا غيرة. وين غيرة العراقي؟ أشو كنتوا من الحيوانات اللي لقت فريسة وقاعدة تنهش بيها؟ لا أبي يقدر يحمي بنته، يريد يحاوط بيها وما دا يقدر ولا يقدر يدافع. واحد قدام فوق 4000 5000 شخص، لا إحساس ولا ضمير. معقولة عندنا هذا العدد وهذه الكمية وهذا الكم الهائل من الوحشية؟
كلكم يشهد الله ينراد لكم ترويض، ينراد توقعون بين ايدين ضباط مضبوطين يعرفوكم شنو يعني تحرش، يعرفوكم شنو يعني كلمة لا إله إلا الله، وحق الله وين يروح وين يكون. يا عيبة العيبة ويا خجلة ويا فشل، يا فشلنا قدام الناس اللي راح يقولون هذول العراقيين اللي استقبلونا، هذول العراقيين اللي يحكون عليهم أهل الغيرة والنشامة. يا معودين سويتوا، خليتوا نقطة سوداء بحياة هذه البنت تحاول تنتحر مرتين. ليش؟ على مود شنو؟ على مود منو؟ على مود حيوانات ما شايفة جنس أنثى؟ ماكو ببيتكم مرة نهائيا؟ ما عندكم أب يحكمكم؟ ما معقول ترى، ولا أكو أب ولا رجال إنه يسوي هاي السوايات. واللي يقتلني إنه مو بس مراهقين كانوا، أكو هم كبار، أكو هم شباب كبار، أقله خلينا نقول بالثلاثينات بالأربعينات. هيك ما شايفين؟ هيك همج ما شايف ودا تسوي هاي السوايات قدام العالم. ليش؟ واللي رافعين تليفونات ودا يصورون. ما عرفتوا انه انتم راح تنفضحون قدام العالم، سواء عرب او اجانب او شغلات مقززه قدمتوها. واو ثانك يو، واو رفعتوا راس العراقيين. ماكو هيجي تتفه على هيج شكولات زفره مثلكم بلا تربيه وبلا اخلاق. والحمد لله انه الضباط مثل ما يقولون والداخليه قبضت على 17 عقبال الباقي يا رب. والله يشهد الله إعدامكم بميدان عام حق، يعني لهاي البنت رد كرامة إلها والأهلها. انطيتوها نقطة سوداء تتذكرها كل راس سنة. احتمال حتى لأنه انفضح وجهها حتى على باب الحوش بعد ما تطلع، احتمال حتى قرايبها ما تقدر تروح تزورهم، احتمال إذا أحد إجا يزورهم ما تقدر تطلع ولا تقول لهم السلام عليكم. ليش ضيعتوا بنت وضيعتوا سمعة بنت؟ بدك اعتبر هاي بنتك ولا أختك ولا أمك ولا بيبيتك، بهيجي موقف راح تقبلها يا ولا راح تقبلها؟ ولا تقول لي لازم كان تقعد بالبيت، ما إلها داعي. لا، المفروض تفتخر إنه هي أساساً عراقية، وإنه هي من تطلع إذا صار لها شيء الشباب الموجودين يفزعوا لها. هذا اللي المفروض إنه تفزعوا لها، مو بحجة يلا دمشيش من هذا المكان مقطع ثاني واحد يحط ايده على ظهر وحده وعلى كتف وحده. زين ليش تلمس؟ ليش تحط ايدك؟ تقدر تحميها، اوقف وراها خليها تمشي قدامك. ليش؟ ما اقول غير مع الاسف، ما اقول غير خجلتونا ونصيتوا راسنا. والحمد لله والشكر انه مو جميع العراقيين مثل هذول الحثالة اللي كانوا موجودين. وحتى لو اكو بنات همينه قاعده ترقص قدام الكل ويا بنات وحدهم مجموعين، ما عاد ترقص ويا شباب. انتو شباب واحد قاعد ترقصون وهم بنات وحدهم قاعدين يرقصون. شو قلة الحياة، شو الالفاظ الزفرة، شو الالفاظ الوسخة. ما الناس ما شايفة تربية بتاتا. عيب. وين النخوة العراقية؟ وين الشهامة العراقية؟ وين الغيرة يا ابو الغيرة؟ يعني اذا حتى هذه الكلمة ما نقدر بعد نقول، اذا تقول عراقي كلمة الغيرة تنحط وياهم، ما بعد نقدر نقولها بعد المنظر اللي شفناه غير براس السلف. ما بعد نقدر ننطقها، ما بعد نقدر نحكيها. بيا وجه راح يلطون على وجهنا قبل يقولون معودين مو شفنا الغيرة العراقية سووا ببناتهم. لك يا عيبة العيبة، والف رحمة على روح كل من قبض عليكم، وإن شاء الله تتعذبون تعذيب على قد ما صوت البنت كان يصرخ سمع الساحة كلها، سمع المنطقة كلها، ولا واحد بيكم أبو غيرة زين فزع لها وقال لهم عيب. الكل كان دا يشارك إنه ينهشها، ما يعرفون ينهشوها منين. ليش يا ولا وليش؟ للأسف الشديد، للأسف يعني المفروض يعني عمت عين كل من قدر يشوف هذا المقطع وما يحكي بي. اي والله للأسف.